تعال بقى اكلمك عن احسن كوليكشن تقدر تختار منه من براند تيودر. لو جيت تبص على براند تيودر فهتلاقي الكتالوج بتاعهم مليان، فانا عشان ما حيركاش في الاختيارات لو ناوي تشتري ساعه من عندهم فانا جبت لك 10 ساعات لسته هقول لك عليهم سريعا كده علشان تقدر تختار الساعه اللي تحبها واللي تكون مناسبه ليك. وبالمناسبه لو لقيت حاجه تعجبك من ال10 اللي في الليسته اللي هقول لك عليها دلوقتي اكتب لي في التعليقات انت اخترت انهي واحده. اول واحده معانا في الليسته تيودر بلاك باي 58 المحبوبه عند الجماهير ومستوحاه من الستايل القديم او الفينتج. مقاسها المثالي 39 ملم وتعتبر تحيه حديثه لساعات الغطس عند تيودر، ورفيعه وانيقه ومتنوعه تقدر تلبسها في اي مكان. تاني واحده معانا تيودر بيلاجس، اقوى اداه للغطس، معموله من التيتانيوم، خفيفه وفي نفس الوقت متينه، وكمان فيها الاسكيب فالف هيليوم قومه للميه لغايه 500 متر. يعني لو انت بروفيشنال دايفر هشتري الساعه التيودر بيلاجس. تالت واحده تيودر بيلاجس اف اكس دي، مصممه بمشاركه البحريه الفرنسيه. النسخه دي ستايل عسكري و100% عمليه ومخصصه للعمليات الحقيقيه. رابع قطعه تيودر بلاك باي جي ام تي اللي معروفه باسم تيودر بيبسي. ساعه هتكون محبوبه للناس اللي بتحب التوقيتين المختلفين علشان هي فيها خاصيه الجي ام تي. وانت لو من عشاق رولكس بيبسي وعايز حاجه بس بسعر اقل من رولكس بيبسي فاختار التيودر بلاك باي جي ام تي. رقم 5 تيودر بلاك باي كرونو، هي كرونوجراف بيمزج ما بين الستايل الرياضي ومستوحاه من الديتونا، ودي تعتبر من اكثر الساعات المميزه عند تيودر. رقم 6 تيودر رينجر، بسيطه قويه وعمليه وهي اساسا فيلد ووتش. رقم 7 تيودر رويال، وده الخيار الدريسي في اللاين اب بتاع تيودر. الساعه دي فيها الانتجريتد بريسلت وفلوتد بيزل وكمان الدي اند ديت كومبليكيشن. الساعه دي انيقه جدا ويعتبر بديل لساعه الدي ديت فرولكس. رقم 8 تيودر هيريتج كرونو، ودي مثاليه ومميزه للكوليكتورز اللي بيحبوا الستايل القديم. رقم 9 تيودر بلاك باي برو، دي رد تيودر على الساعات البروفيشنال جي ام تي، وممكن انا شخصيا اشبه التيودر بلاك باي برو بالياكت ماستر او الياخت ماستر من رولكس، في شبه كتير منها. رقم 10 اخيرا تيودر كلير دي روز. بعد ما ذكرت لك ال10 ساعات اللي في الليسته اللي انا قلت لك عليها نسال سؤال بسيط خالص، ليه تشتري تيودر؟